وسأضع أيديكم الليلة على علامات محددة لليلة القدر، من رآها فليعلم يقينا أنه قد أدرك ليلة القدر. هات مولانا العلامة الأولى، خلي بالك قوي. العلامة الأولى من علامات ليلة القدر، انظر إلى القمر. طبعا الليالي دي مش ليالي قمرية، الليالي العشر الأخيرة ليست ليالي قمرية، يعني القمر فيها ضعيف وصغير، ليس بدرا، ليس كمالا، ليس تماما. طيب، لكن انظر في هذه الليالي الوترية إلى القمر. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة: تذاكرنا ليلة القدر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قعدنا نتكلم في ليلة القدر وعلامات ليلة القدر ومتى تكون ليلة القدر. تذاكرنا ليلة القدر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، قال الحبيب عليه الصلاة والسلام: من يذكر حين طلع القمر مثل شق جفنة. دي أول علامة صحيحة في صحيح مسلم، دي علامة مقارنة لليلة، لأن من يتحدث في العلامات يتحدث عن العلامات اللاحقة لليلة، وخلاص بقى سعد من سعد وفاز من فاز. لا، أنا أدلك على علامات الليلة ذاتها عشان تدرك. أول ما تصلي العشاء والتراويح تابع القمر، انظر إلى القمر، فإن رأيت القمر مثل شق جفنة. إيه الجفنة دي يا مولانا؟ الجفنة الطبق الكبير أو الإناء الكبير اللي بيوضع فيه الطعام. جفنة إناء كبير يوضع فيه الطعام. انظر إلى القمر في ليلة القدر في هذه الليالي، سترى القمر تماما. والله لقد رأيت ذلك بعيني أنا، والله لقد رأيت ذلك بعيني، وأكثرت من الصلاة والسلام على الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. ترى القمر كشق جفنة، يعني نصف الجفنة. تنظر إلى القمر، الجفنة مستديرة، هترى القمر نصف جفنة مستدير، نصف جفنة مستدير. شق يعني نصف، جفنة مستدير يعني الطبق المستدير، بس يبقى نص، ما تبقاش الجفنة كاملة، لا، نصف جفنة مستدير. طيب دي علامة في الليلة. طب علامة تانية، علامة تانية في حديث أبي داود الطيالسي، وأيضا حديث رواه البيهقي ورواه البزار ورواه الحاكم بسند حسن، أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال في ليلة القدر، ورواه أحمد، قال عليه الصلاة والسلام: خلي بالك، ليلة سهلة طلقة لا حارة ولا باردة. سهلة طلقة لا حارة ولا باردة. سهلة يسيرة، فيها طمأنينة، فيها سكينة، فيها هدوء، فيها راحة نفسية، فيها أنوار. أنوار إيه بقى؟ بقول لك الملائكة نازلة وطلعة، فيها أنوار يشعر بها أهل الإيمان وأهل الفضل وأهل الصدق. سهلة طلقة. طلقة يعني إيه؟ طلقة يعني مضيئة. يقول لك وجه طلق أو طلقة، أي وجه مضيء. سهلة طلقة، سهلة يسيرة مضيئة منيرة، لا حارة ولا باردة. يستشعر هذا كثير من أحبابنا وأخواتنا في ليالي القدر. يقول لك لا الجو حر ولا الجو برد، وفيه سعادة وانشراح، وفيه سكينة، وفيه لذة، وفيه متعة، وفيه استقرار ضمير، وفيه راحة بال، وفيه انشراح صدر. يبقى دي علامات الليلة. طيب يا مولانا، سمعنا قبل كده ان الليلة دي لا تنبح فيها الكلاب. خطأ، لا دليل عليه، لا دليل على ذلك. لا تعلق قلبك ولا عقلك بهذا. لا دليل على أن الكلاب لا تنبح في ليلة القدر. لا ينبغي أن يقول أحد في مثل هذا إلا بدليل من كتاب ربنا وكلام نبينا الصادق صلى الله عليه وآله وسلم. طيب ما هي العلامات اللاحقة؟ دي علامات لاحقة
علامات مقارنة للآية لليلة، في علامات لاحقة لليلة تأتي بعد انقضاء الليلة. روى الإمام مسلم من حديث زر بن حبيش عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تطلع شمس صبيحة هذه الليلة لا شعاع لها. بس خلاص بقى، سعد من سعد وفاز من فاز. فمن يراقب القمر ويراقب حال الليل، ومن يراقب حال الشمس للتأكيد فيما كان فيه في الليل. فالشمس تطلع في صبيحة ليلة القدر بيضاء لا شعاع لها، لا شعاع لها. وفيه رواية حمراء ضعيفة، ودي بتبقى مرحلة بعد البياض، بعد الشعاع، لا تعارض، وقت ومرحلة بعد الشعاع. طيب ماذا نقول إن أدركنا ليلة القدر لأن الوقت قد انتهى؟ ماذا نقول بعد كل هذا؟ روى الإمام الترمذي في سنن بسند صحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أدعو؟ هو ده الشغل بقى، هذا سؤال من يريدون العمل. يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أدعو؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تقولين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. إيه ده يا مولانا؟ إيه ده يا عم الشيخ محمد؟ بعد كل اللي انت قلته في فضل ليلة القدر، النبي يعلم السيدة عائشة هذا الدعاء في هذه الكلمات: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. بس هو ده الدعاء فقط؟ ما انت حضرتك ما انتش عارف معنى العفو، ولا تعرف معنى العفو، ولو عرفت معنى ذلك لطاش عقلك. فهذا كلام من آتاه الله جوامع الكلم، هذا دعاء من آتاه الله جوامع الكلم: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. خلاص سعدت في الدنيا والآخرة. معقول؟ سعدت في الدنيا والآخرة إن استجاب الله منك هذا الدعاء. باختصار شديد في دقيقتين بس عشان طولنا. العفو في اللغة معناه المحو والطمس. العفو لغة معناه المحو والطمس. يقول العرب أو تقول العرب: عفت الريح الأثر. عفت الريح الأثر أي أزالت الأثر بالكلية. فالعفو يا أحبابي من معاني العفو محو الذنب. الله أكبر. ما خلاص، طب أنت عاوز حاجة تاني؟ محو الذنب والتجاوز عنه وترك العقوبة عليه. خلاص، مش كده خلاص ولا ايه؟ شايف معنى العفو؟ محو الذنب والتجاوز عنه وترك العقوبة عليه. ما فيش وقت عشان أفصل لحضرتك الكلام الجميل ده بالآيات من القرآن والسنة، آيات كثيرة وأحاديث كثيرة. يبقى ده أول معنى من معاني العفو. طب له معنى آخر؟ له معنى آخر جميل في اللغة أيضا. من معاني العفو في اللغة الكثرة والزيادة. فعفو المال ما كثر وزاد عن النفقة. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، أي قل ما زاد وكثر عن النفقة الأصلية. فمن معاني العفو الكثرة والزيادة. والعفو هو الله جل جلاله الذي في هذه الليلة الكريمة المباركة يا من تقول له: اللهم إنك عفو تحب العفو وقد عرفت معنى العفو فاعف عني. ما معنى ذلك؟ العفو هو الذي يمحو ذنبك، يمحو ذنبك ويتجاوز عنه ولا يعاقبك عليه، وهو الذي يعطيك ما تسأل وفوق ما تسأل. فهو الذي أعطاك قبل أن يعلمك أن تسأل. هذا هو العفو.
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أيها الأحبة، هيا شدوا المئزر وأحيوا الليل وأيقظوا الأهل وابتعدوا عن أي لهو وعن أي باطل، ولا تضيعوا هذه الفرصة، فمن يدري ربما لا نلتقي إلا في الجنة. أسأل الله أن يجمعني وإياكم في جنات النعيم. ليلة القدر، وما أدراكم ما ليلة القدر، تبدأ الليالي الوترية من الليلة المقبلة، فالليلة القادمة هي ليلة 21، واحرص على ليلة 23 و25 و27 و29 و30 و39 و40 و41 و49 و50 و51 و52 و53 و54 و55 و56 و57 و58 و59 و100 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 و100